يا صباح الورد والسعادة على الناس التقيلة بس قوليلي بقى، ليه في ناس أول ما تدخل مكان الكل يبص عليها؟ مش أجمل واحدة ومش أعلى صوت، لكن فيها حاجة كده تخليك تحس إنها تقيلة، ولو اختفت شوية الناس تدور عليها. النهاردة هنفهم سر الشخصية الكاريزما التقيلة، واستني معايا للآخر عشان هقولك الغلطة اللي بتوقع 90% من الناس من غير ما يحسوا. لو بتجري ورا اهتمام الناس عمرك ما هتاخديه، ولو متاحة دايما عمرك ما هتبقي مميزة. في نوع شخصية مش بيجري ورا حد لكن الكل بيجري وراه، مش قاسية ولا متكبرة، لكن كاريزما وتقيلة كده في التعامل. عمرك سألتي نفسك ليه الشخص التقيل هو اللي بيخطف قلوب الناس؟ عارفة إن سؤال بيوجع، لأنك ساعتها بتزعلي على قلبك وبتقولي يعني عشان بتعامل من غير تكاليف أبقى أنا غلط. بس صدقيني، الطيب الكتاب المفتوح اللي بيحكي كل تفاصيل يومه الناس بتزهق منه بسرعة وبترميه على الرف. الموضوع ملهوش علاقة بالقلب ولا بالنصيب ولا بالحظ، ولكن ده له علاقة بنفسية البني آدمين عموما. كل لما الحاجة بقت نادرة بقت أغلى. مش قصدي خالص حاجة وحشة بالتشبيه اللي هقوله، ولكن مجرد مثال. تخيلي معايا إنك دخلتي محل لقيتي الحاجة اللي كنتي هتموتي عليها مرمية في كل حتة وسعرها رخيص ومتاحة لأي حد. صدقيني أول إحساس هيجيلك إنك هتتقفلي منها. لكن لو دخلتِ لقيتِ قطعة أو 2 بالكتير ومش متاحة في كل المحلات ومحطوطة في فاترينا إزاز، هتبقي هتموتي وتتجنني لحد ما تبقى بتاعتِك. وهي دي بقى الحقيقة المُرة. طول ما أنتِ متاحة للكل 24 ساعة وبتردي على كل الرسايل في نفس الثانية وبتحكي أسرارِك بأمان تام لكل البشر أو لأي حد يبتسم لِك، تبقي بتعلني لكل اللي حواليكِ إنِك خلاص أم قلب طيب اللي هنتنمرض عليها. طبيعة بشرية صدقيني. في الفيديو ده عاوزين نتعلم مع بعض إننا نصون مشاعرنا ونغلي نفسنا ونكون متاحين للي يقدر قيمتنا ويصون مشاعرنا ويحافظ علينا. وإزاي تتحولي من شخصية مضمونة لشخصية عبارة عن لغز الناس كلها عاوزة تحله. لو شايفة إنك تستاهلي تكوني أعلى وأرقى والكل يحترم وجودك ويحافظ عليه، اضغطي لايك واشتراك في القناة عشان تنوري عيلتنا بوجودك وتبدأي معانا الرحلة الجاية. أول حاجة لازم تعرفيها، اقفلي بقِّك. هي دي مشكلتنا فاكرين إن عشان الناس تحبنا لازم نشاركهم كل لحظة، صورتِك وأنتِ بتاكلي أو بتتفسحي، تفاصيل يومِك وحياتِك. وللأسف الشخص اللي بيقدّم نَفْسه بالساهل الناس بتشبع منّه وتدوّر على غيره يكون غامض. هُم كده بيحبّوا يدوّروا على حد يتعبهم حبّة في المعاملة. صدقيني نَفْس بشرية غريبة، لأن الشخص التقيل الكاريزما ده بيتعامل مع حياته الشخصية كأنها منطقة عسكرية محظورة، مش أي حد يعرف هو فين ولا بيعمل إيه. جربي تختفي شوية، جربي ما تبقيش أونلاين طول الوقت، جربي لما حد يقولك بتفكري في إيه ما تدلقيش في الكلام على طول، ابتسمي نص ابتسامة كده وقولي ولا حاجة. خليكي شخصية كاريزما كده في نفسك. مثلا قاعدين في قعدة وحد يسألك سؤال شخصي أو سؤال عن خططك الجاية في الحياة، الشخص العادي الطيوب المندفع هيحكي قصة حياته كلها. تفتكري كده هتعجبيهم؟ خالص، والعكس تماما. الشخص التقيل الرزين الكاريزما بقى بيستخدم تكنيك اسمه الإجابة الناقصة. يعني لو حد بيسأله عن حياته يرد بكلمة واحدة كله تمام. هنا بقى انت شغلتي مخ اللي قدامك. لو بيسألك عن مشكلة ورديتي بكله تمام، هيفضل بقى يحط 100 سيناريو، يا ترى حلتها ازاي ومين ساعدها. من الآخر بتشغلي عندهم الفضول في اللحظة دي. هيفضل يطاردك ويتمسك بيكي عشان ما بقيتيش متاحة وعشان يرضي فضول. اتعلمي تسيبي نص المعلومة نص الإجابة. البشر بطبعهم ما بيحسوش بقيمة الحاجة غير لما تختفي. عارفة لو المية موجودة في الحنفية طول اليوم محدش بيحس بقيمتها، لما تقطع البيت كله مش كل خروجة تتعزمي عليها توافقي فورا، مش كل مكالمة تجيلك تردي عليها من أول رنة كأنك قاعدة جنب التليفون مستنية الشفقة. اتعلمي كلمة لأ. يعني لما حد يقولك تيجي نخرج النهاردة، مرة تقولي اه مرة تقولي لأ. حد يقولك جايلك قولي أسفة عندي شغل. لو قعدتي في بيتك عملتي اللي وراكي أو شربتي قهوتك بروقان استمتعتي بالوقت مع ولادك وجوزك، هتوصلي رسالة إن وقتك بقى غالي وملكك انتي بس، مش ملك الناس، وإنك مش متاحة وفاضية لما هم يبقوا فاضيين. علميهم هم اللي يستنوكي، انتي برضو وراكي بيتك وحياتك ووقتك ووراكي مسؤولياتك، مش فاضية طول الوقت.
علشان لما تديهم شوية من وقتك يقدروه ويعتبروها فرصة يحافظوا عليها، مش حق مكتسب ليهم. الشخص المضمون محدش بيعمل له حساب، لكن الشخص اللي مش مضمون بالنسبة لهم بيبقوا مش متوقعين ردود فعله. كل فترة غيري أسلوب حياتك، ما تبقيش نمطية. يعني لو انت شخصية مسالمة فاجئيهم بموقف حازم مع أول حد يتجاوز حدوده معاكي، لأن هم طبعا مش هيبقوا عاملين حسابهم خالص على ردة فعلك. عارفين بقى إنك طيوبة وجميلة وملكيش ردة فعل، فغيري نمط حياتك علشان اللي حواليكي يعملوا إعادة حسابات، وساعتها هيتفاجئوا بيكي. ودي نقطة الجاذبية اللي هتشدهم ناحية شخصيتك الجديدة. كل ما يفتكروا إنهم فهموكي طلعي أسلوب جديد يثبت لهم إن لسه بدري قوي عشان يفهموكي. كمان خليكي تقيلة في أي حضور. يعني مثلا قاعدين في مكان ومتوقع بإن كله هيمشي في توقيت معين، قومي انتي قبل الوقت ده وقولي لازم امشي عندي مشوار. دي بتخليهم يحسوا انك وقتك من ذهب، ويحسوا انهم ما شبعوش منك، ويفضلوا مستنيين المقابلة الجاية اللي هيشوفوكي فيها. خليني اقولك على نقطة مهمة جدا بتحصل كمان بعد المقابلات تتقل من شخصيتك وتعلي من قيمتك. ان بعد اي مقابلة مثلا عاملين جروب، واول ما روحنا ابعتوا الصور، لا بصوا اللقطة الفلانية، لا بصوا الفيديو ده، لا بصوا فلانة بتضحك ازاي، بصوا علانة عملت ايه، بصوا دي جت متأخر. الجروب ده ما تدخلوش أول ما تروحي، لأ خدي وقتك. بكرة الصبح ابقي ردي، ادخلي وبكلمة واحدة، بلايك، بأوكي، جميل. بس خليكي تقيلة في المعاملة. خليهم يقولوا دي فلانة ما شافتش الصور، دي فلانة ما دخلتش الجروب. ده بيخلي عندهم حتة كده عاوزين دايما يدوروا عليكي. ده هيخليكي شخصية غامضة مش متاحة للكل. والغموض ده مش قناع بتلبسيه عشان تمثلي على الناس، ولا هو تكبر ولا غرور ولا قسوة، ولكن هو درع حماية ليكي، ولازم يكون نابع من جواكي، وتتدربي عليه كتير قبل ما تظهري بشخصيتك الجديدة اللي هتغيرلك أسلوب حياتك كله. تقلك في المعاملة وغموضك ورزانتك هيخلوكي تبني حصن متين لحياتك وشخصيتك الجديدة، تحافظي بيه على نفسك ووقتك ومشاعرك. في زمن الكل بيجري عشان يعرض حياته على المشاع، كده بالنسبة للي حواليكي هتبقي عملة نادرة، وده بيجي من إحساسك بقيمتك. ولو وصلتي معايا لحد هنا أحب أبشرك إنك عزمتي النية إنك تتغيري، عشان كده كملتي معايا وعاوزة تبقي أقوى. وافتكري دايما إن الناس بتتجنن على اللي عارف قيمته ومغلي نفسه. وما تنسيش بقى تدوسي على شوية الزراير لايك واشتراك في القناة وفعلي الجرس على الكل عشان تكملي معايا المشوار لحد ما تبقي ست الهوانم. ويا سلام بقى لو تبعتي الفيديو لأصحابك الطيبين اللي الناس لسه بتستغلهم. ولو عندك موقف أو سؤال هستنى تتواصلي معايا في الكومنتات. وبعتذر جدا على صوتي لو كنت ضايقتكم، بس للأسف أنا واخدة دور برد، وفي نفس الوقت مرضتش أتأخر عليكم في الفيديوهات. أشوفكم في فيديوهات جاية أقوى وأقوى بإذن الله، وسلام.